التمساح الذي ظهر أخيرا في نهر المدينة أصبح الشغل الشاغل للمواطنين هناك، إلا أن البعض لم يثنهم الخوف عن مواصلة السباحة في هذا النهر. ها هو في قبضة القانون بعدما أثار الرعب. إنه تمساح الديوانية كما أشيع، وهو واحد من 3 فارين في النهر بحسب شهود عيان. هذا التمساح تم قتله من قبل شرطة النجدة بعد رصده على الضفاف. شرطة المحافظة تقول إنه الثاني الذي تم قتله خلال الأيام السابقة، وهي تحذر المواطنين من الاقتراب من النهر حتى يتأكد خلوه من تماسيح أخرى. مصدر التمساح اللي حد الآن نجهل مصدر هذا التمساح، يعني من أحد المصادر المائية القريبة اللي مرتبطة بنهر الديوانية أو بفعل فاعل، أو هناك أيضا شك بأنه هذا التمساح يعود لأحد المتنزهات اللي تحتوي على حديقة للحيوان الموجودة في مدينة الديوانية. لحد الآن احنا في طور التأكد من هذه المعلومات حسب شهود عيان من 2 إلى 3 بنفس الطول تقريبا بنفس الحجم، متر أو أكثر من متر بقليل. وتم قتله تحديدا من قبل شرطة النجدة. واحنا بنفس الوقت نطلب من الأخوة المواطنين عدم التقرب والسباحة بالنهر خلال هذه الفترة للتأكد من خلو النهر بشكل نهائي. وبنفس الوقت أيضا نرجو من المواطنين نطلب من عندهم التعاون مع الشرطة والإخبار عن أي حالة غريبة يشاهدونها بالنهر. مواطنو المدينة شغلهم خبر التمساح كثيرا، حتى أصبح بعضهم يترقب كل ما يتحرك في النهر بحثا عن تماسيح أخرى. آخرين لم يثنهم الخبر عن السباحة في النهر، مما جعلهم عرضة إلى هجمات من تماسيح يقولون إنها موجودة في النهر. أخوي جيت تعبان قلت خلي أسبح، ملابسي وسخة، غسلت ملابسي وطبيت جاي أسبح. المهم جاي أسبح ما عاد غفلت كض أحد وكض رجليه. اي هاي والله شفته يقول زلمه وكضنه. اي والله العظيم هيك شبقني شبق نكثت روح. جماعه بالولايه شايفين هوس البارحه يم الجسر قايلين حاصرينه مشلون وشاري. قبل شويه هذا الولد هنا رعد جاي يسبح يقول فتشيكم مشني من رجليه، ولانه شويه هو عنده قوه طافر من عنده. الصبح شايفين روجه قويه بالاقصامه يم ذول يبدلون دهن ويغسلون سيارات. فالظاهر يعني هو هذا ما صايره قبل هيك روجه بالما يقولون. نسال سؤال، كيف وصل هذا التمساح الى هذه المنطقه؟ من سدر الدغاره اكو سد موجود عندنا هناك واكو سدود قبل سدر الدغاره. هذه المنطقه ما راح يتربى بها التمساح بصوره صحيحه، ولا هو بيئه مناسبه لتربيته. كيف انه وجد هذا التمساح بهذه المنطقه اللي هي مزدحمه بالسكان؟ اذا هذا العمل هو بفعل فاعل. ظهور التماسيح في مدينة الديوانية سابقة لم يشهدها الأهالي من قبل، لكن التساؤل الذي يطرأ على ألسنتهم من أين أتت هذه التماسيح إلى هذا النهر. من محافظة القادسية أحمد رحيم، قناة الرشيد الفضائية. نهاية النشرة تذكر بالعناوين. مجلس النواب يناقش